كلنا بنشوف التمثال ده في محطة الرمل، وأغلبنا ما يعرفش مين صاحب التمثال ده واتبنى امتى. بص يا سيدي، التمثال ده للخديوي إسماعيل. الجالية الإيطالية كرمت الخديوي إسماعيل عشان كان ليه دور كبير قوي في تحقيق نهضة مصر، وعملت له تحفة معمارية اللي هو الجندي المجهول، وحطت التمثال ده في نص النصب سنة 1938. جه جمال عبد الناصر وأصدر قرار جمهوري سنة 1964، وحول التحفة المعمارية لنصب تذكاري للجندي المجهول وسلمه للقوات البحرية. ولأن موقعه مميز جدا قدام البحر المتوسط، فهو شاهد على أمجاد وبطولات القوات البحرية المصرية عبر التاريخ. طب التمثال اللي قدام النصب راح فين؟ للأسف فضل موجود في مخازن متحف الفنون الجميلة بشارع منشة 30 سنة. وفي 1996 ظهر لنا إشاعة إن مصلحة صك العملة طلبت إن يتم تسييح التمثال ده عشان يستخدم في صناعة العملات المعدنية، والكلام ده طبعا مش صح. والوزير فاروق حسني وقتها أكد على أهمية حماية التمثال ده، وإن لازم يعيد تأهيله ويتحط في مكان ويعيد اعتباره الفني والأدبي والتاريخي له. وفعلا قرر محافظ اسكندرية عبد السلام المحكوم إعادة تأهيله في ميدان كوم الدكة، واتحط فيه التمثال في عام 2002. لو انت سمعت الفيديو ده للآخر وعجبك، ما تنساش تتابعني على تيك توك، يوتيوب، فيسبوك، تويتر.